تزين بالهنا وصار يسموه العطاء. أبطال هذا البرنامج مضوا في رحلة فردية لا يدركها إلا من خاضها، ولكنهم عادوا لنا مكللين بالانتصار ومتوجين بنعمة الصحة والعافية، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى أولاً، ثم لجهود كل من بذل في هذه الأرض المباركة. كنت أمر بيوم طبيعي، يعني أمارس رياضتي في التمارين من الدوام من النادي للبيت. في يوم حصلت لي إصابة أثناء التمرين، عملت عملية عادية، فالاستشاري طلب مني أنه أحضر موعد بعدها ب3 أسابيع لمجرد الاطمئنان مش أكثر. بعد 3 أسابيع جيت عند الاستشاري، قال لي عندك خلايا غير حميدة في الغدد اللمفاوية في الصدر والبطن، اكتشفناها من الفحوصات. أنا كنت لحظات يعني بين مصدق مكذب، أضحك أبكي، يعني كنت أبكي ونفس الوقت أضحك، أقول دكتور تستهبل علي كذا. قال لي لا ما أمزح معك، لكن الحمد لله أنها اكتشفناها في مرحلة مبكرة. كيف استطاعت جمعية تفاؤل أن تخفف عليك عبء تلك المعاناة؟ مهما نشكرهم والله ما نفي بحقهم، يعطيهم العافية. أنا استفدت من ناحية النقل من الحاسة إلى المستشفى التخصصي الدمام في كل مواعيدي، كنت دائما أسهر بالنقل معاهم، وكان دائما يرافقني أخوي رضا، هو كان معي طول فترة علاجي. يعطيكم ألف عافية، مهما نشكركم ما نجزي، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا. يوم جميل هو برنامج يعنى بتسليط الضوء على المتعافين من السرطان من مستفيدي جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء تفاؤل.